مفيش حد مش هيكون عنده ايمان بالله عز وجل ايا كانت الديانه اللي هو مؤمن بيها او بيعتقد فيها، وهيقدر يحقق اي توازن او نجاح في حياته. فمهم جدا ناخد بالنا من مفهوم الوعي الذاتي، وانه حاجه او الذات، وان احنا ذاتنا دي مرتبطه بالله عز وجل وهي جزء من روح الله. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنيش يعني اعيش في الارض كده يعني ايه عبثا وخلاص، لا، انا ليا رساله وليا دور وعندي اهداف انا عايش عشانها، وبالتالي انا جدير بالاحترام وبالتقدير لنفسي وذاتي، وده بينعكس على اللي حواليا. فاوريدي كل الناس حواليا بتبقى شايفه النظره دي فيا وشايفين ان انا فعلا استحق ده. عجله الحياه هنا اللي بتقسم لك حياتك وشكل يومك، هي اللي بتقول لك انت اديت في ده كويس، انت اخفقت في ده فالحق حقق فيه حاجه، انت الجانب ده اخد وقتك كله فحاول تدي وقت فيه، انت الجانب ده قصرت فيه فلازم تاخد بالك منها. فبتظبط وبتمانج كل جوانب الحياه دي او كل الدوائر اللي موجوده جوه عجله الحياه ومتقسمه كويس جدا. النصيحه دي ان حبك لنفسك وتقديرك ليها واحترامك لذاتك هو اللي بيحدد الاهداف اللي انت عايش عشانها، وبيحدد في الاخر انت هتوصل في ايه. وما يهمكش انتقاد من الناس، وما يهمكش رؤيتك من الناس، وما تكونش بتعمل حاجه عشان في الاخر تلاقي مدح من الناس حواليك او خايف من انتقادهم فتعمل حاجه عكس رغبتك. معاكم الدكتوره زينب البراوي، اعلاميه بقناه المحور الفضائيه ولايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF.